ازيكم؟ طبعا بغض النظر عن التأخير ان الفيديو ده اتصور 3 مرات، وده طبعا بسبب الميكروفون. ففي الفيديو ده هشرح لك ازاي تعمل انيميشن ده من الصفر. وطبعا في الفيديو ده في تركيتين مهمين هتفرق معاك وانت بتعمل اي انيميشن. طبعا ما تنساش اللايك والاشتراك، ويلا بينا نخش على الشرح. طبعا قبل ما نبدأ، ده البروجكت اللي هو هينزل لك، ودوت اللي أنا برضه نشرته على الانستجرام. فانا هاجي هنا اعمل نيو كومبوزيشن وابدا معاك كل حاجه من الاول. طبعا الريزولوشن 1080 في 1920 و60 فريم، وتدوس اوكي. بعد كده هتيجي تعمل هنا نيو، تختار سوليد وتدوس اوكي. بعد كده هتيجي تحط عليه افكت اسمه فيل. طبعا هنخش هنا على الفيل، وده الكود بتاع اللون بتاعه، ودوس اوكي. بعد كده هنبدا نعمل العينين من خلال اللي انت هتيجي عند الريكتانجل، تدوس حرف الكيو وتبدا تعمل مربع بالشكل ده، تسنتر انكر بوينت، تسنتره في النص. بعد كده تعلم عليه وتكتب هنا راوندنس وتعليه لحد ما يبقى دايره بالمنظر ده. طبعا هتكمل فتح في ريكتانجل وهتيجي عند السايز وهنبدا نظبط شكله. طبعا ده يبقى حجمه بالشكل ده، وهنعمله دوبليكيت ونعلم على الاتنين بالمنظر ده. نفتح البوزيشن ونبدا نغير فيها مكانهم، ده نطلعه فوق شويه. بعد كده هتيجي هنا هتزود عليه 130، وبرضه في العين التانية نفس الكلام هتنقص لها 130، وبحيث كده تكون انت عملت الفرق اللي ما بينهم. طبعا نبدا بقى طبعا نسميهم اي واحد وهنا اي اتنين. وطبعا عشان تعرف لون الفيل ده الكود بتاعه دوس اوكي. وبعد كده نخش على شكل البق، هتدوس حرف الجي او تطلع هنا تجيب البين تول وتعمل لك خط بالشكل ده. طبعا انت هتشيل الفيل وتحط ستروك مكانه، تدوس اوكي نفس اللون. وبعد كده انا عايزك تخليه الستروك على 50 مثلا. بعد كده هتعلم عليه وتيجي عند البين تول تاني وتدوس الت وتبدا تظبطها بالشكل ده. طبعا بعد ما تظبطها هتنزلها تحت بالشكل ده. وطبعا عندك طريقتين عشان تخلي الحواف مدورة، يا اما تيجي هنا وتدوس على الراوند بالشكل ده، او في طريقة تانية اللي انت تفتح الشيب وتخش على الكونتنت شيب والستروك، وهتلاقي هنا اللاين كاب تخليها راوند. بعد كده هنبدأ نسميها ماوس بالشكل ده، وبالمرة نغير لونها بحيث نقدر نفرق ما بينهم. تمام. بعد كده هنبدأ نعمل شكل السويتش اللي تحت. هتيجي برضو عند الريكتانجل تعمل شكل بالمنظر ده، وبعد كده هتخش على الراوند تاني وتعليها بالشكل ده. بعد كده ظبطنا شكل السايز لحد ما يطلع معاك بالمنظر ده. بعد كده هتدوس عليه وتيجي عند الستروك وتقلله شوية، مثلا خليها 14 بالشكل ده، ونسميها مين بار. نغير طبعا اللون بتاعها لأي لون تاني، وهتيجي عند الأوباسيتي تدوس حرف التي وتخليها حدود 20. بعد كده هتدوس كيو لحد ما توصل عند الإليبس تول، تعمل دايرة بالشكل ده، سنتر انكر بوينت، وهتشيل الستروك وتحط مكانها فيل. بعد كده تخش على السايز وتتأكد من الحجم المناسب ليه. بعد كده تغير الاسم بتاعه من بول وتعمل له دوبليكيت مرة، وتغير اسمها بول واحد، تعملها دوبليكيت مرتين كمان، علشان التلاتة التانيين دول هننقلهم 3 خانات بتوع السويتش. طبعا متنساش ان انت تغير الوانهم، الاولى هتفضل في النص، التانية هنوديها هناك، والتالتة نفس الكلام الناحية التانية. تعال مع التلاتة تفتح الاوباسيتي وتدوس حرف التي وتنزلها لحد 20 بالشكل ده. بعد كده تبدأ تظبط مكانهم براحتك. وبعد كده هتيجي هنا عند المين بار تعمل لها دوبليكيت، طبعا نغير اللون عشان يبقى فيه فرق، ونسميها بار واحد. طبعا البار الاولاني الجديد ده هيتحط ما بين الكورتين دول، وواحدة تانية تتحط ما بين دول. فاحنا هنيجي عند البار نشيل الستروك تحط مكانه الفيل، وهتيجي عند الراوندنس وهتشيله. بعد كده هتيجي عند السايز وتقعد تقلله بالشكل ده. طبعا هتاخده دوبليكيت وتوديه الناحية التانية. بعد كده هنضيف له افكت اسمه سيمبل شوكر، تعليه بالشكل ده بحيث يكون خفيف، ونشيل الفرق اللي هنا على قد ما نقدر. تاخده كنترول سي وتعمل له بيست على البار التاني بالشكل ده. بعد كده نخش على التكست، هتدوس كنترول تي او تيجي هنا فوق وتجيب التكست، ونيجي هنا نحط الكلام اللي احنا عايزينه. طبعا تسنتره وتظبطه في مكانه هنا فوق. بعد كده تاخده دوبليكيت وتنزلها تحت، ونبدأ بقى نحط التقييمات. نكتب هنا مرة باد، دوبليكيت نغيرها نكتب نوت باد، دوبليكيت نكتب جود. بعد كده طبعا تظبط في الاماكن بتاعتهم. طبعا ممكن نيجي هنا نصغرها شويه بالشكل ده وننقلها هنا فوق، ده نفس الكلام وده برضه. بعد كده تعلم عليهم هما الاربعه، تفتح الاوباسيتي تدوس حرف التي وتخلي الاوباسيتي على 40. بعد كده ننقل على خطوه اهم، واللي هي هنضيف فيل على التكست عشان نقدر نغير اللون بتاعها براحتنا. طبعا انت ممكن تاخد هنا الاي دروبر وتاخد بنفس اللون ده وتدوس اوكي. بعد كده هتاخد كوبي للإفكت وتعمله بيست على بقية التكستات،
بعد كده هننقل على اهم خطوة في الفيديو، واللي هي نربط الالوان كلها ببعضها. هتدوس كنترول A عشان تعلم عليهم كلهم، وهتشيل من السلكت الباك جراوند. بعد كده هتكتب فوق هنا في السيرش كولر، وهتظهر عندك هنا اللون بتاع الستروك والفيل. طيب هنبدأ بقى نعمل ايه؟ هنبدأ نربط الكورة بما انها فيل، فهنربط الفيل بالفيل بتاع الكورة. وطبعا لو في شيب معمول له ستروك هتربط الستروك بالفيل برضو بتاع المين بول. يعني نيجي هنا عند الفيل التاني نربطه هنا، وهكذا برضو تالت. نيجي مثلا عند التكست، طبعا احنا كنا ضفنا له افكت فيل عشان نقدر نغير اللون براحتنا، نيجي نربطه هنا بالشكل ده. بعد كده نخش على حاجة زي البار. بعد كده لما نيجي نخش على البار، طبعا البار فيل، فانت هتاخد الفيل وتربطها بالفيل بتاع الكورة. هنيجي بقى نخش على المين بار، بما انه بقى معمول ستروك فانت هتربط الستروك بالفيل بتاع الكورة. وبرضه الماوس نفس الكلام، تاخد الستروك تربطه بالفيل، انما بقى الباقي اللي هي العينتين تاخد الفيل وتربطها. طبعا دلوقتي لما نيجي نطلع فوق في المكان الاساسي اللي ربطنا منه، ونيجي بقى نغير اللون بتاعه، شايفين بقى التغيير؟ لما نيجي نغير لاي لون يكون اهو بدأ يتغير معانا. بعد كده تدوس حرف اليو عشان تخفي كل دول، وهتعلم على الباك جراوند والمين، تكتب color وتدوس على ستوب واتش في الفيل، ومرة هنا في الباك جراوند الفيل بتاعته، ويبدأ بقى الشغل. طبعا انت ممكن تطلع قدام شوية، نبدأ نغير اللون بتاعه، هنغيره للون اصفر غامق شوية، دوس اوكي، والباك جراوند هيتغير للون الاصفر ده، وده الكود بتاعه، وتدوس اوكي. وطبعا هيطلع برضو بكي فريم تانية نخلي لونها اخضر، تعلم على اللون ده الكود بتاعه تدوس اوكي، وتعلم على اللون هنا وده الكود بتاعه وتدوس اوكي. طبعا عشان نبدأ البداية بتاعتنا، طبعا عشان نبدأ بأول انيميشن الشكل ده طالما لونه احمر، هنخلي الكورة ناحية كلمة باد هنا. ممكن طبعا تظبط مكانها بالظبط الشكل ده، تفتح البوزيشن، تعمل كي فريم، وتيجي هنا ترجعها لمكانها تاني. بعد كده نبدأ نغير فراكشنات الوش. طبعا اول حاجة هنبدأ نعملها هتعلم على عينتين وتكتب هنا سايز. بعد كده هتربط السايز بتاعت اي واحد مع اي اتنين عشان تختصر عليك شغل وتقلل الكي فريمات في الاخر. بعد كده تشيل اللينك وتبدأ تعمل كي فريم وتطلع قدام شوية وتخلي العين بالشكل ده. بعد كده هتعلم عليهم تاني وتدوس حرف الار عشان تطلع الروتيشن. وهنا لازم تفهم حاجة، العينتين هتلف عكس اتجاه بعض، بمعنى يعني العين دي طالما هي على اليمين فهي هتلف عكس عقارب الساعة. هنيجي هنا نعمل كي فريم، نطلع قدام وهنكتب هنا -180. وطبعا العين الأولانية طالما هي على الشمال هتلف مع عقرب الساعة تبقى 180، فيبقى ده الشكل بتاعها. بعد كده ننقل على الانيميشن اللي بعده، وانت برضو هتكرر بعض الحركات. هتيجي هنا تعمل كيف عند البوزيشن، تطلع لقدام توديها الناحية التانية بالشكل ده. بعد كده هتعمل كوبي للكي فريم بتاعت السايز، تعملها بيست هنا، وتاخد الكي فريم دي توديها لهناك، هتلاقيها رجعت زي ما كانت. بس احنا عايزين لما يجي يبتسم عينيه تكبر ويبعدوا عن بعض شوية، فاحنا طبعا ممكن نكبرها بالشكل ده، ناخدها كوبي الناحية التانية هنا بقوا قد بعض. هتيجي عند العينتين تاني وتفتح البوزيشن وهتعمل كي فريم، وبعد كده هنخليهم يبعدوا عن بعض شوية. يعني العين الأولانية هنخليها -40 مثلا، والتانية -40. بعد كده ممكن نظبط شكل العين تاني بالشكل ده. طبعا ممكن نزود الراوندنس عندهم برضو عشان ننتهي من العين دي خالص. هنيجي خش على الروتيشن، هتعمل لها كي فريم، هترجعها زي ما كانت 0، ودي برضو 0. نيجي نروح بقى على شكل البق هنا، ندوس حرف الار وندوس على كي فريم ونخليها تلف 180 درجة. طبعا هنبدأ بقى نضيف شوية اضافات عشان تبان احسن. ان احنا ممكن نيجي هنا مثلا عند التكست ونضيف له هنا دروب شادو، نخليها مثلا 14 والسوفتنس 40، تطلعها فوق. بعد كده تاخدها كوبي وتوزعها بقى عليهم كلهم، بس انت اهم حاجة تتأكد ان الدروب شادو فوق الفيل. طبعا لما نيجي نبدأ نشغل الفيديو هتحس كده ان هو مش تفاعلي، عايزين كده الكورة تروح وترد وترجع تاني. فهنا تيجي وظيفة البلوكن اللي هو اسمه باونس. طبعا شرحته الفيديو اللي فات، طبعا هيطلع لك ليه شريط فوق ممكن تضغط عليه وتتفرج على الفيديو. هتعلم على الكيفرمات دي كلها ما عدا الكولر طبعا، وتخلي البروبرتي سيلكتد
وتسيبها زي ما هي اوفر شوت وتدوس على باونس. طبعا تطلع لك الرسالة دي، ده معناه اللي هو عمل افكت على واحدة بس، فانت هتعلم عليهم تاني وتدوس تاني. بعد كده عشان يظهر معانا الموضوع اكتر ممكن نقرب الكيف دي من بعضها بالشكل ده. بعد كده لما نيجي نشغلها تبقى ظاهرة معاك بالشكل ده. طبعا ممكن نقربها من بعض اكتر بالشكل ده، ونيجي نشوف النتيجة. طبعا عشان تتنقل بقى ما بينهم زي ما انت عايز، انت محتاج تفتكر إيه اللي اتحرك عشان تغيره. يعني مثلا احنا دلوقتي عايزين نرجعها من جود للباد تاني، عايزين نرجعها بالشكل ده من الاخر. فانت ببساطة هتيجي هنا عند الكيفريم دي كلها وتنقلها الناحية التانية. تمام. بعد كده هتشوف بقى الحاجات اللي اتحركت وترجعها زي ما كانت. يعني انت مثلا عندك البوزيشن، هتيجي تاخد لها كوبي وتعمل لها بيست الناحية التانية. بعد كده نخش على السايز، بس انت هتاخد من الاولانية خالص. بعد كده الروتيشن بتاع البق ترجعه تاني، وعندك الكورة تاخد البوزيشن اللي كان في اول خالص ترجعه تاني، وتاخد اللون نفس الطريقة برضو، والباك جراوند نفس الكلام. تيجي تتفرج تشوف دي النتيجة. طبعا انت هتلاقي في كيفرمات ما عملناش فيها حاجة، دي ملهاش لازمة، ممكن تشيلها. طيب هنقول اللي احنا عايزين نرجع تاني بس بسرعة بقى. هتاخد الكيفرمات دي كلها بالشكل ده، وفي بلوجينج في انيميشن كومبوزر اسمه كيفرم اكشن. عشان تجيبه طبعا لازم تنزل ماستر هورس وتخش على بلوجن، وهتلاقيها تحت كده خالص. هو ده. طبعا هي مش ضروريه، واقول لك دلوقتي على الطريقه التانية اليدويه. انت ممكن تعلم عليها وتدوس على ميرور، هتلاقي ان قالك الكيفرمات دي كلها بضغطه زر. تيجي تدوس تاني تلاقيها رجعها لك تاني. طيب دلوقتي احنا عايزين الطريقه التانية اليدويه. انت ممكن طبعا تاخد الكيفرم الاولاني تعمل لها بيست كده، والكيفرم التاني نفس الطريقه دي توديها لقدام بس كده. ودلوقتي مثلا احنا دلوقتي عند الشكل الاخضر وعايزين مثلا نرجعه للشكل الاصفر ده، فاحنا ممكن ناخد الكيفرمات دي كلها بالشكل ده نوديها الناحيه التانية وتدوس على الافكت ميرور وهتلاقيها رجعها لك تاني. طبعا زي ما قلت لك البلوجنز موجوده في الوصف لو انت عايز تنزلها. وبس كده اسيبك تشوف النتيجه بتاعتها. طبعا زي ما قلت لك انيميشن يعتبر سهل، هي فكرته في التركيتين دول، وان شاء الله تكون استفدت وطلعت بحاجه جديده. ويلا اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.